ايه الفرق بين وجع القلب ووجع المعده؟ ده السؤال بيتسأل كتير، لان السؤال ده بيخلي اي حد يتوتر، والفرق بين وجع القلب ووجع المعده ممكن يكون صعب، بس في علامات بسيطه لو عرفتها هتساعدك تفرق بينهم في دقيقه. فركز معايا لان الفيديو ده مهم، واكيد تبعته لاي حد انت خايف على صحته. اول حاجه هنفرق بينها هو مكان الالم. وجع القلب غالبا بيجي في نص الصدر، وبيمتد معاك للكتف الشمال او دراعك الشمال او رقبتك او حتى الفك بتاعك. ممكن كمان يسمع في الظهر، وطبيعه الالم ده بيكون شبه ان في حاجه ضغط عليه او عصر القلب بتاعك. اما بالنسبه للوجع بتاع المعده بيكون في الجزء العلوي من البطن، وتحديدا تحت القفص الصدري مباشره، وممكن يطلع معاك لحد نهايه القص، وبيكون شبه الحرقان او المغص. تاني حاجة نقدر نفرق بيها هي الأعراض المصاحبة لطبيعة الألم اللي احنا اتكلمنا عليه. وجع القلب لا قدر الله بيكون زي ما قلت لك إن هو شبه إن حد عاصر القلب بتاعك، والأعراض المصاحبة ليه عرق شديد، نهجان وصعوبة في التنفس، دوخة وإحساس بالإغماء، وممكن يوصل لترجيع أو قيء. الألم هنا عادة مش بيتغير مع الحركة، بل كمان ممكن يظهر مع المجهود البدني وبيهدى مع الراحة. لكن على الناحية التانية وجع المعدة أو الحموضة بيزيد مع الأكل، خصوصا لو كان الأكل دسم أو حار، والأعراض المصحوبة تجشؤ أو تكريع، والطعم ممرر في الحلق بتاعك. والألم ده ممكن يهدى لو أنت خدت مضادات للحموضة أو غيرت وضعية جسمك. ونادرا ما بيعمل عرق أو دوخة اللي هي بتبقى مصاحبة مع أعراض وجع القلب. أخيرا بقى، لو أنت حسيت بأي وجع من الأعراض اللي أنا قلتها تبع القلب، ما تستناش، روح لأقرب مستشفى أو تتصل بعربية الإسعاف فورا، لأن وجع القلب حياة أو موت، كل دقيقة هنا بتفرق. فلو حسيت بقى في الاخر ان المعلومات ديت ممكن تفيدك او ممكن تفيد حد تعرفه، ابعتها له، لان ممكن تنقذ حياة حد. واكيد تعمل فولو عشان تعرف معلومات اكتر عن صحتك.